النهاردة هنعمل مع بعض ألذ كنافة بالقشطة، ممكن تجربوها بجد الطعم خيال. وهقولكوا على المكونين اللي بيستخدموهم المحلات عشان تطلع معاهم كنافة بالقشطة تحفة جدا. يلا تابعوا معايا الفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة بعملها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير لاصحابكم وقرايبكم عشان يدعولكوا على الوصفة الجميلة السهلة دي. اول حاجه هجيب معايا اي حله في البيت طبعا، واحط فيها كوبايتين من السكر. تمام. اول حاجه طبعا هبتدي بيها الشربات، عشان انا عايزه الشربات بتاعي بارد ما يكونش سخن. تمام. واحط كمان عليهم كوبايه واحده من الميه، يعني كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه واحده من الميه في الكنافه. تمام. شربات الكنافه بيبقى تقيل شويه. بعد كده عشان الشربات ما يسكرش معايا، هجيب الفرشه وشويه ميه صغيرين مع حوالي معلقتين من الميه، وافضل بالفرشة كده امشي على الجدار بتاع الحلة عشان الشربات بعد كده ما يسكرش معايا. بعد كده لما يغلي معايا بالشكل ده هحط كيس من الفانيليا، طبعا عشان تديني ريحة حلوة جدا. تمام. بعد كده كمان هزود عصرة نص ليمونة، حاجة بسيطة كده. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده كده. دي اول حاجة هنعملها النهاردة مع بعض، وهو الشربات، عشان طبعا احنا محتاجينه يكون بارد لان الكنافة بتبقى سخنة والشربات بارد. بعد كده هحطه في البولة بتاعتي بالشكل ده. طبعا هو خفيف دلوقتي، لكن لما بيدخل التلاجة بيتقل جدا معايا. هتشوفوه معايا في الاخر وانا بنزله على الكنافة هيبقى شكله عامل ازاي. هدخله التلاجة معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب معايا نص كيلو من الكنافة. نص كيلو من الكنافة انا طبعا جبتها من المحل ودخلتها في الفريزر حوالي نص ساعة، عشان تبقى سهلة معايا في ان انا افككها من بعض زي ما انتوا شايفين معايا كده، وانعمها خالص. ولا محتاجة كبة ولا محتاجة خلاط ولا اي حاجة خالص، زي ما انتوا شايفينها معايا بالشكل ده. بعد كده هحط عليهم، لو طبعا طلع معايا حاجات ناشفة بالشكل ده هبتدي ان انا اشيلها عشان ما تبوظش الكنافة بتاعتي. نص كيلو الكنافة هياخد معايا حوالي 3 معالق كبار او معلقتين كبار زي ما انت حابة السكر بتاعها. ماشي. من السكر البودر. مش متوفر عندك سكر بودر عادي جدا، ممكن تستخدمي سكر خشن، مفيش مشكلة خالص. بعد كده هجيب نص كوباية من السمنة المذابة زي ما انت شايفة معايا كده، وابتدي ان انا اوزعها على الكنافة بتاعتي. اوزعها طبعا كويس جدا وبايدي كده. دي بقى اهم خطوة في نجاح الكنافة بتاعتي. هعمل ايه بايدي كده؟ هبتدي ان انا اغلف الكنافة كلها كويس جدا بالسمنة زي ما انت شايفة معايا كده. انا دلوقتي بعمل بايد واحدة بوزعها كويس جدا كده. بعد كده ممكن بايديكي الاتنين هتبتدي ان انت توزعيها كده وتغلفي الكنافة كويس قوي بالسكر والسمنة بتاعتك كلها، عشان تطلع في الاخر بلون موحد، ما تطلعش حتة فاتحة وحتة غامقة، ما يكونش لونها حلو. يعني بنلاحظ ان الكنافة بتاعت الحلواني بتبقى لونها كلها واحد ولونها زي اورنج كده. هو ده السر حبايب قلبي. بعد كده هجيب صينية واغلفها كويس جدا برضو بالسمنة، وابتدي انزل بنص كمية الكنافة بتاعتي واوزعها كويس جدا في الصينية. وابتدي ان انا ارفع حتة كده عند الجدار بتاع الصينية، ارفع حتة كده في الاخر زي ما انت شايفة معايا كده بالشكل ده. ليه بقى؟ عشان لما احط الكريمة بتاعتي او القشطة ما تلزقش في الصينية. ماشي. الحركة دي حبايب قلبي مهمة جدا. كل الخطوات اللي بقولك عليها دي هتفرق معاكي في نجاح الكنافة. بعد كده هجيب اي كيس بلاستيك، واجيب الصينيه الاصغر من الصينيه اللي انا بستخدمها، وابتدي اتك كويس جدا واضغط كويس جدا على الكنافه بتاعتي عشان تطلع كلها بحجم واحد متساوي. تمام. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هنبتدي نعمل الكريمه بتاعتنا. عايزه اقولك هنعمل كريمه النهارده ان شاء الله جميله جدا وسهله قوي على فكره. معلقتين من السكر، معلقتين من النشا، وهحط كوبايتين من الحليب، او ممكن تستخدمي كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه، يعني المتوفر عندك استخدميه عادي جدا. بعد كده ابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا لغايه ما النشا والسكر يدوب كويس جدا مع الحليب، وبعد كده نرفعها على الغاز. طبعا هنستمر في التقليب عشان ما تكتلش معايا وتطلع في الاخر ناعمة جدا. الخطوة دي مهمة جدا، ما شيلش ايدي خالص من وانا بقلبها كده عشان تطلع ناعمة معايا في الاخر، طبعا عشان فيها نشا. واحط طبعا كيس من الفانيليا بيديني ريحة حلوة قوي قوي. وفي اضافة كمان عايزة اقول لكم بتنقل الكريمة معايا لحتة تانية خالص.
هبتدي ان انا اقلبه كده لغاية ما يتقل القوام معايا بالشكل ده. خطوة النهاردة على فكرة يعني مهمة جدا، كل الخطوات اللي بقولك عليها هتفرق معاكي جدا في نجاح الكنافة. اللي هيفرق بقى معاكي النهاردة هو مكعب الزبدة ده، بجد بجد هيفرق معاكي جدا جدا في طعم الكريمة، هيخلي القشطة معاكي ناعمة وكريمية وغنية جدا، لازم تجربوها. هرفعها من على الغاز، شايفين ناعمة جدا ازاي، وهي سخنة كده هبتدي انزل بيها على الكنافة بتاعتي، اوزعها كده كويس جدا، شايفين؟ ولا هتوزعيها بمعلقة ولا اي حاجة، هبتدي ان انا بس هي خلاص اتفردت عادي جدا. هسيبها تبرد خالص وابتدي ان انا احط ايدي بس عليها كده، لو لقيتها خلاص مش بتلزق في ايدي خلاص هي كده بردت، وهبتدي ان انا انزل بباقي كمية الكنافة بتاعتي بالنص التاني. هوزعها كده كويس جدا برضو الكنافة من فوق، واحاول ان انا يعني ما اضغطش على الكريمة وانا بحط الكنافة عشان بس ما تبوظش الشكل النهائي. شايفين انا بحط الكنافة ازاي؟ باطراف صوابعي كده بحط الكنافة من فوق بشكل متساوي، وببتدي ان انا اضغط عليها، شايفين؟ ضغطة خفيفة مش ضغطة جامدة بحيث ان الكريمة تطلع مني، لا. برضو هجيب كيس بلاستيك واحط طبعا صينية تانية عشان اخلي كل الكنافة بتاعتي متساوية مع بعض. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، مش اكتر من كده. تمام، هتطلع معايا. لو حسيت ان الوش محتاج يحمر شوية ممكن تشغلي الشواية لغاية بس ما الوش يحمر. شايفين بقى الشربات بتاعي بقى تحفة جدا ازاي، حلو جدا جدا، لازم تجربوه. هبتدي انزل بالشربات بتاعي بالشكل ده، اوزعه بس يعني في كل الاتجاهات بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا الشربات بارد والكنافة لسه طالعة من الفرن سخنة جدا. تمام، هبتدي ان انا اقلبها كده. عايزة اقول لكم كلها طالعة لون واحد حلو قوي، شايفين الجمال؟ احلى من كنافة بره بسمنة بلدي يعني كل حاجة مستخدمينها في البيت، عارفين النظافة بتاعتها. لازم تجربوها يا جماعة في رمضان، بجد هتعجبكم قوي قوي وهتشرفكم. لو عندكم اي عزومة جربوها ومستنية رأيكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير لاصحابكم وقرايبكم عشان يدعولكم على الوصفة الجميلة السهلة دي. شايفين بقى جمالها؟ رفيعة كده وجميلة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. شاربة الشربات بتاعها، ما نزلتش الشربات ولا اي حاجة، والكريمة طالعة منها كده جميلة جدا. جربوها يا جماعة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.